بعد ما خذينا صدمة كبيرة بالطرح الذهني بأول موضوع من الفصل الخامس، اجتنا الصدمة الأكبر اللي هي العدد المفقود اللي خذيناه بالخامس ابتدائي. لحتى هسه أتذكر خذيته بالخامس ابتدائي أو الرابع ابتدائي. هسه هاي رياضيات شنو؟ ثاني ابتدائي يا فصل. هسه هذا فصل خامس، هذا الطرح الذهني والموضوع اللي كان صعب، هذا الفصل خامس. هذا هو شنو؟ الدرس السابع. شنو يريد من الطلاب؟ يقول هذا أريدك تطلع لي العدد هذا المفقود. شوف هذا شو يسوون؟ يجيبون أول رقم يحطونه هنا، يحطوه بداية يعني الرقم الأكبر، يحطون الرقم الأصغر بورا، بعدها يطرحون، بعدها يطلعون الناتج حتى يطلع الرقم المفقود. تمام. الطالب العادي إيش راح يجي يسوي؟ طبعا هذا للأعمار هم كبيرة، راح يقول هذا الرقم أول شيء 6 5. راح يجي يستعمل طرح عمودي. الطرح العمودي ممنوع بالفصل الخامس، ممنوع حرفيا والله ممنوع. لازم شو يسوي؟ طرحه شو اسمه، طرحه أفقي، لأن إذا طرحه عمودي راح المدرسة تنقص عليه درجات. ومدرسة أخوي يعني مدرسة أخوي كلش ملتزمة بالمواد، يعني حرفيا نفسه يطبقونه. يعني معقولة هذا المنهج اللي يصير الطالب عمره ما تجاوز 8 سنين؟ والله أخوي لحد هسه ما داخل ال7 سنين. أخوي راح يدخل مدرسة، راح يدخل الثاني متوسط ابتدائي بعدها ما داخل ال7 سنين، السبعة بعدها ما مكملها. لأن أخوي مواليد 2000 مواليد 10 مدري شهر 10 مدري 9، حرفيا بعدها ما داخلها. يعني معقولة هذا المنهج يناسب أطفال؟ وبعيدا عن مواليد شهر الواحد، هذا منهج أطفال، يعني منهج أطفال يناسب أعمارهم. والله أخوي يعني أمي هي تدرسه بها ضغط وسكر، تمام. فمن تجي تدرس أخوي من يشوف المنهج صعب فيقوم يشرد ويبكي ما يفهم، فشنو يشلع قلب أمي. فشنو أمي السكر والضغط يرتفع. والله تو شفت أمي قلت لها يما شبيك؟ لقيتها نايمة وتعبانة، قلت لها يما شبيك؟ قالت تعال شوف المنهج الصعب. حرفيا صدمت، والله صدمت. يعني وزارة التربية شبيكم ويانا؟ يعني يردون بس نبطل ويصعبون المنهج على الطلاب. هسه أخوي يشرد من الدراسة، والله قوة جايبينه، قوة بالتواصيل جايبينه، ونصلح له ونعطيك هيك ونجيب لك هيك ونسوي لك هيك. وكل مرة يعني مرة نصير عليه مرة نصلح له. والله يعني ما أعرف شنو قصتهم ويانا، بس لو يعلمون القصة. يعني هسه يعني شو شايفينه؟ أينشتاين لو نيوتن؟ مو بس هيك، أينشتاين ونيوتن سووا الفيزياء من كان أعمارهم كبيرة، يمكن بال30 أو بال20، مو الطفل عمره 7 سنين. يعني لازم يحطون حد لهذا الوضع، يعني وضع مساوي. يعني شنو ذنبنا احنا الاهالي؟ بس مو بس الاطفال، الاهالي